شوف هاد السيد هذا كيكشف السر ديال المويه المصبانات باش كيحيدوا الصفوريه من الحوايج. هذه اللي وريتكم هو السر، اكبر سر اللي عند المصبانات اللي كيستغلوا به الناس. هذه صالحه احسن برودوي ديال الصفوريات تحت اليدين. عندك صفوريه كب هذه في البانيو، عمل مع الماء سخون ودخل التيشيرت حركه شويش وترجع بيضه كما كانت. هذا اجمل سر. وبزاف المصبانات اللي كانوا كتجيب لهم شي كليان شي قميجه ولا تيشيرت كيقولوا لها حتى 60 درهم حيت هي ما تزولش الا ما كانتش هذه. وايلي ما تصدق نجربوها. هاد السيد هذا كيهضر على السر كيفاش نقدروا نحيدوا الصفوريه اللي كتكون هنايا فيها الاثار ديال العرق اولا ديال الاحتكاك. وصراحه هذا المشكل هذا كيخرج على الحوايج بزاف حيت ان هذيك الصفوريه صراحه ما كتبغيش تحيد. فلا كانت الفكره هذه ناجحه غادي تنفع بزاف ديال الناس. اش بان لكم؟ غادي تصدق او لا؟ كتبوا لي رايكم في التعليق قبل ما نشوفوا النتيجه. وبدينا على بركه الله. فوالا انا هنا غادي نجرب في جوج ديال التيشيرتات. غادي نجرب اول حاجه في هذه، ها هي، حيت التيشيرطه بيضاء كتبان فيها الصفوريه بزاف كما قلت فعل التعرق وفعل الاحتكاك، وهذه فيها الصفوريه خفيفه واحد شويه. وغنجربوا كذلك في هذه اللي فيها واحد الصفوريه مدبوغه يعني غامقه بزاف على ما كتظن على انها صعيبه التحيد. عندي هنا هذه الخماره حمراء واللي استعملها هو قال على ان وحده كتقد ثلاثه ديال التيشيرتات. انا حيت غنجربهم مفرقين غادي ندير وحده في هذا البانيو ووحده في هذا البانيو. بسم الله. طبيعه الحال البانيو راه فيه الماء سخون كتفاعل واحد شي شويه مع الماء. غادي نخشي هذه في هذا البانيو هذا بسم الله، والثانيه غنديرها في هذا البانيو هذا. نحرك كذلك واحد شويه وغادي نخشي فيها التيشيرت هذا. صراحه الماء طيب. فوالا برك هاد التيشيرت باش يهبطوا انا غنتبع الطريقه كما قال هو بالضبط. هو ما قالش زيدوا التيد، دونك انا فاش رقدتهم دابا ما غاديش نزيد عليهم التيد حتى غادي نبغي نحكم واحد شويه عاد ندير لهم واحد شويه ديال التيد وداك الساعه نحكم. دونك نتلاقاو من دابا تقريبا واحد ساعه اولا ساعه غنخليهم يترقدوا مزيان بما ما تيبرد الماء وداك الساعه نكملوا. ما تنساوش ضروري تخليو لي رايكم في التعاليق، ولا عندكم شي طريقه واحده اخرى مختلفه يعني كتحيد داك الصفوريه او داك الطبيعه اللي باش تحيدوا من الحوايج كتبوها لي كذلك في التعاليق. يا لا لا يا لا لا يا لا لا على البحر غني. على بركه الله قد عدنا بعد مرور تقريبا ساعه. هو راه قال في الفيديو تخليها غير 10 15 دقيقه، انا خليتها ساعه باش ناخذ احسن نتيجه. دابا ملي غنبغي نحكم واحد شويه عاد غندير واحد شويه ديال التيد. غنبداو بهذه اللي فيها الصفوريه ما مدبوغاش، عاد داك الساعه ندوزو اللي فيها الصفوريه مدبوغه بزاف. بسم الله على بركه الله. ها انتم الاخوان، ها هي اليد ديال التيشيرت. والله ما حكيتها ولا قربت لها، وحتى من ناحيه الطرقه باش نحركهم وكذا ولا كنتش ما حركتهمش كاع بزاف. ها هو الاخرى حتى هي وما بقى فيها والو بلا تيد بلا حتى شي حاجه. انا عاد كنت ناوي على انني نحك داك الباط مزيان باش باش تحيد منه داك الصفوريه ساعه. والله الا انت شوفها، ها هو الكول ديال هادي، ها هو الباط الاول، ها الباط الثاني، خرجات نتيجه يا سلام. غادي ندوزو دابا لهاد الثانيه هادي اللي فيها داك الشيء مدبوغ بزاف. الا عطات في هذه غتكون يعني صافي راه افيكاس 100%. هذه فيها داك الشيء مدبوغ بزاف، هذه باقا داك الدبغه يعني باقا داك الشيء مدبوغ. اللي غادي ندير دابا ندير واحد شويه ديال التيت وغنضرب واحد الحكه خفيفه ونشوف. فوالا هي راه الماء ولا موسخ طلاق فيه الوسخ، ولكن داك سميتو داك الدبوغيه باقي ما حيداتش بزاف. نقصات صراحه والله حتى نقصات، ولكن راه ما حيداتش 100%. دابا ملي بديت كنحك بدات كتحيد. فوالا انتم الاخوان تحيدات بواحد النسبه ديال 90%. يعني ما عرفت صراحه واش بقيت كنحك بزاف ديال الوقت واش غتحيد 100% او لا. غادي نحاول نجرب. والله الا لا تحيدات، والله تحيدات. هادشي راه شنقول لك. ها شوف هذا هو الباط باقي تيبان ليا، ولكن واحد شويه وراه فرق كبير بزاف ما بين الاول ودابا. يعني مع الاستمرار في الحكان غادي تحيد 100%، خصوصا الا كان شي تيد ناضي. وتحيدات تنقول لك تحيدات. ها شوف راه 99% باش تحيدات، نسبه 99%. صراحه والله الا الصحه داك السيد. هاد الفكره صراحه والله الا صدقات. خصك تعرف على ان التيشيرت هذا مصبن شحال من مره، ودائما داك الصفوريه كتبقى فيه مدبوغه ما بغاش تحيد. راكم شفتوا دابا راه انا من صابو يعني مصبن، ولكن دابا مع هذه راه حيدات بواحد النسبه ديال 99%. بينما هذه اللي ما كانتش مدبوغه وحتى التيشيرت خرجت بيضاء وتحيد من داك الصفوريه بشكل اللي هو نهائي. صراحه تجربه مفيده بزاف، ولا استفدتوا منها وعجباتكم بغيتوا ديروها بارطاجيوها كذلك مع الناس اللي قراب لكم باش على انه حتى هما يجربوها وتعم الفائده.